الطموح السلبي القاتل، ازاي تتغلب عليه؟ الطموح القاتل هو الطموح اللي بلا امكانيات او بلا ادوات تحققه. زي مثلا انت عايز تبقى دكتور بس انت مش بتذاكر، انت كده بتخلط بين الوهم والطموح. عشان تحقق طموحك لازم تاخد خطوات فعلية على أرض الواقع. تعريف الطموح عكس تعريف الطموح السلبي. الطموح معناه إنك عندك الرغبة والحافز عشان توصل لهدف معين، وبتسعى لإنك توصل ليه بكل الطرق الممكنة، مش قاعد سرحان في عالم الخيال وأحلام اليقظة. تعال أقولك يا صديقي إزاي تساعد نفسك في تحقيق طموحك. ببساطة إنك لازم تتنقل من طموحك السلبي القاتل لطموحك الايجابي، واعرف انه مفيش حاجه مستحيله في الحياه ما دام عندك الاراده. ودلوقتي هقول لك ازاي تحقق ده. رقم 1، لا تؤجل عمل اليوم الى الغد، وده مثل معروف عندنا كلنا. اللي عندهم طموح قاتل بتلاقيهم بيأجلوا كل حاجه لوقت تاني، لكن اللي عنده طموح ايجابي مش بيفكر انه يأجل اي حاجه مهما كانت صغيره، وده بيخلي المسؤوليات اللي عليهم ما تتراكمش وبينجزوا اول باول. 2، الالتزام. اوعى تتخلى عن طموحك حتى لو الموضوع صعب، وكل ما تواجه تحدي حاربه، وبلاش تستسلم لأي حاجة صعبة تواجهك. التزم بطريقك وهدفك. تالت حاجة، حدد أهدافك. اسأل نفسك أنا عايز إيه وليه وإزاي هحققه. الإجابة على الكام سؤال دول هتساعدك في طموحك أكتر، وهتعرف أنت قد إيه متمسك بيه وحبه، وبكده أنت هتبعد عن الطموح السلبي. ونصيحة مهمة، بلاش تختار طموح حد تاني لأنك هتفشل فيه. القاعدة الذهبية للنجاح في أي أمر إنك تحبه قبل أي حاجة. 4، لا تفقد الأمل. لو فشلت في اختبار أو امتحان معين وحسيت إنه تحقيق طموحك على المحك، قبل ما تتشائم فكر شوية، ليه أنا فشلت؟ هل عشان ما ذاكرتش، ولا عشان ما بحبش المذاكرة، ولا ذاكرت بس ربنا ما وفقنيش؟ لو كانت الإجابة إنك ما ذاكرتش كويس فخليني أحذرك تاني من الطموح السلبي. أما لو كانت إنه ذاكرت بس ربنا ما وفقكش فخليني أقولك كمل وإن شاء الله هتنجح المرة الجاية. 5، كن صبورا. انت مش هتحقق طموحك بين يوم وليله. لو كان طموحك مثلا انك تكون صحفي فهتحتاج انك تدرس لسنوات وبعدها تدخل لسوق العمل، بعدها هتبذل مجهود كبير عشان تحقق بيه الشهره والنجاح اللي انت عايز توصل لهم. انك تكون صبور ده معناه انك تشتغل وتدرس بجد وتجتهد عشان توصل لهدفك. اما اللي عندهم طموح قاتل فدول مش هيستنوا كتير، دول هيهربوا بدري لاحاديثهم والاحلامهم عشان يحققوا فيهم اللي مش قادرين يحققوه على أرض الواقع. كده خلصنا يا صديقي، بالتوفيق وأتمنى أشوفك قريب في القمة. ما تنساش لو عجبك الفيديو لايك وشير. الفيديو كتابة سهيلة أشرف العمروسي، تقديمي أنا أحمد حبيبة. أشوفكم على خير في فيديوهات جاية كتير. سلام.